يا ترى ايه السبب في غرق اكبر واعظم سفينه في التاريخ واللي كان الكل متاكد ان السفينه دي استحاله انها تغرق؟ في البدايه لازم تعرف ان سفينه تايتانيك اتبنت في ميناء هارلاند اند وولف اللي اتعمل تصميمها العملاق لمنافسه السفينتين لوسيتيانا وار ام اس موريتانيا. وفي 31 مارس 1909 كانوا بداوا في بناء هيكل السفينه، وفي 31 مايو 1911 كانوا انتهوا من تصميم هيكل السفينه. السفينه كان طولها 269 متر وعرضها 28 متر، وكان فيها محركين بقوة 15,000 حصان للمحرك الواحد. تفوقت سفينة تايتانيك على ار ام اس موريتانيا ولوسيتيانا من ناحية الفخامة، فكان في تايتانيك محلات حلاقة وملاعب سكواش وحمامات سباحة ومكتبات. كان أغلى جناح على متن السفينة كان بيبدأ ب 4350 دولار، أما غرف الدرجة الأولى كانت 150 دولار، وغرف الدرجة الثانية 60 دولار، وغرف الدرجة الثالثة 40 دولار. وخدوا حذرهم من السفينة لو غرقت يكونوا جاهزين بالقوارب الخشبية، فأخدوا 16 قارب خشبي بالإضافة إلى القوارب المطاطية اللي تستوعب 1178 شخص. كده تكون السفينة جاهزة لأول إبحار ليها، بس ناقصها حاجة واحدة بس وهي الأكل. فجابوا 20 برميل طحين و40 طن بطاطا بالإضافة للحم والآيس كريم والمية، وكده كله تمام. وجت اللحظة المنتظرة، هي لحظة أول إبحار لسفينة تايتانيك. في 10 إبريل 1912 خرجت سفينة تايتانيك لأول إبحار ليها، وكان مستنيها آلاف المواطنين وكانوا بيتمنوا ان يكون ليهم مكان على متن السفينه. وبدات السفينه ان هي تتحرك باول واخر ابحار ليها. استمرت رحله السفينه ل4 ليالي كامله وكان كله تمام. وفي 15 ابريل 1912 وهي الليله الخامسه للابحار للسفينه، بدات المخاطر ان هي تقابل تايتانيك. بدات غرفه الارسال تستقبل رسائل من السفن اللي معديه جنبهم ووحدات الحرس ان السفينه داخله على خطر، داخله على منطقه جليديه. على الرغم من كتر الرسائل اللي استقبلتها غرفه الارسال، ما كانش حد مهتم بالرسائل دي، لان بخبرتهم كانوا معتقدين ان المنطقه دي ما فيهاش مناطق جليديه. ولكن بعد ما الدنيا ظلمت وبالتحديد الساعه 9 مساء بدات درجه الحراره تقل بشكل ملحوظ، فبدا كابتن السفينه يحس بخطر او يحس انه يداخل على منطقه جليديه فعلا، فأمر بتشديد الرقابة على متن السفينة ودخل ينام عادي. ولكن قبل ما ينام عمل غلطة كبيرة جدا، وهو انه ساب سرعة السفينة زي ما هي، ما خفضش سرعتها، وكانت السفينة ماشية على أقصى سرعة ليها. وفي منتصف الليل وفريدريك مراقب السفينة قاعد بيشرب المشروب الدافئ بتاعه، لاحظ حاجة غريبة، لاحظ خيال داخل على السفينة، وكل شوية الخيال ده يقرب، وكل شوية الخيال ده يقرب، فحس ان في حاجة غلط. يا ترى هيكون شبح ولا يكون حوت ولا هيكون ايه؟ بعدها بثواني عرف ايه الظل ده. الظل ده كان جبل جليدي كبير، فبدأ يضرب جرس الانذار علشان يصحي طاقم العمل ويبدأوا يدوروا على حل. فأمر كابتن السفينة انه يوقف محركات السفينة ويغير الاتجاه، لكن للأسف ملحقش يغير الاتجاه وخبط في الجبل. بعد ما السفينة اتخبطت في الجبل، قطعة كبيرة من التلج وقعت على ظهر السفينة، فبدأت السفينة ان هي تهبط شوية. فأمر الكابتن انه يدور السفينة ويتحرك علشان يبعد عن الجبل ده، لكن كل ما يدور السفينة ما تدورش، المحركات كلها وقفت. طب ايه السبب؟ لاحظ الفنيين ان وقت اصطدام السفينة في الجبل حصل شرخ كبير في جانب السفينة ادى لدخول المية جوه السفينة وبدأت ان هي تهبط. حسوا انهم في خطر وفي مصيبة هتحصل، فأمروا انهم يجهزوا القوارب الخشبية وقوارب النجاة. لكن لاحظوا مصيبة أكبر، إن قوارب النجاة الموجودة في السفينة تكفي نص عدد الركاب بس، فبدأوا إنهم يركبوا الركاب بالترتيب من الأطفال وبعدين النساء وبعدين الرجال لو كان ليهم مكان. بس في الحقيقة إن الركاب ما كانوش راضيين يركبوا، لأنهم كانوا شايفين إن السفينة لسه على وش المية، كانوا معتقدين ان السفينه مش هتغرق. واستمر الحال كما هو عليه، السفينه عماله تهبط وقلق الركاب عمال يزيد، لحد ما الساعه جت 2:15 كانت السفينه كلها نزلت تحت الميه، ومات عدد كبير من الركاب يوصل ل 1500 راكب. اللي قدر ينجو من السفينه فضل عايم في الميه لحد ما النهار طلع، وبداوا يشاوروا لاي سفينه معديه علشان تنقذهم. وبكده تكون خلصت قصه تايتانيك وخلصت معاها حلقتنا. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه. سلام.